السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. شان الجزائر: بلاغ جديد من الكاف بخصوص المغرب. هدايا كبيرة من الجزائر وراء التصريح العدائي لحفيد مانديلا. بسبب الإقجاع، الرئيس الجزائري يأمر بتنفيذ خطة عاجلة لضرب صورة هذا الأخير. حفيد دراجي يسقط في كذبة كبيرة. الجزائر: لحوم القطط تشهد رواجا كبيرا تزامنا مع الشان. بينما الجزائر منهمكة في الشان، جو بايدن يأمر بتأسيس قاعدة صناعية عسكرية بالمغرب. اجتماع مغربي روسي رفيع المستوى وملف الصحراء حاضر. تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وخرجت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف ببلاغ جديد بعدما تعذر مشاركة المنتخب الوطني المغربي في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بسبب عدم منح الجزائر ترخيصا للبعثة المغربية للسفر بشكل مباشر. وأكد الجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء في بلاغه إقامة منافسات المجموعة الثالثة بكأس إفريقيا للمحليين ب3 منتخبات بعد حرمان المنتخب المغربي وتأهل المنتخبين أصحاب المركز الأول والثاني إلى الأدوار الإقصائية. وأحالت اللجنة المنظمة موضوع غياب المنتخب المغربي في المباراة المقررة أمس ضد السودان إلى الهيئة القضائية المختصة. وجدير بالذكر أن منتخب مدغشقر حقق الفوز على نظيره الغاني في الجولة الأولى بنتيجة 1-2. وكانت المجموعة الثالثة إفريقيا للمحليين تضم منتخبات مدغشقر، السودان وغانا والمغرب. وأثار زوليفوليل مانديلا حفيد نيلسون مانديلا جدلا كبيرا في الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات المعادية للمغرب وقضيته الترابية أثناء حفل افتتاح بطولة الشان في الجزائر. وقد أعدت هذه التصريحات المغردة لحفيد رمز النضال الإفريقي ضد المملكة وفق ما أفادت به مصادر إعلامية وتمت دراستها بعناية بتنسيق السلطات الجزائرية. والأفظع من ذلك أنه جرى التفاوض على الترتيبات الحقيقية طيلة أسابيع طويلة بين العسكر الحاكمين في الجزائر ودميتهم مانديلا لتقود إلى مظاهرة في ملعب في الجزائر العاصمة، إذ استغل حدث رياضي قاري من أجل محاولة نسف الوجود المغربي في الصحراء مباشرة أمام أنظار العالم. وتمحورت هذه الترتيبات أساسا بحسب المصادر نفسها حول الدعم المالي السخي الذي ستمنحه سلطات الجزائر لهذا الشخص الذي يسيء إلى لقب جده الأيقونة الإفريقية الذي كان رمزا كبيرا للنضال الحقيقي نيلسون مانديلا. ويسعى هذا الحفيد الذي يبدو جليا أنه باع نضاله للجارة المهووسة بمحاربة المغرب إلى إنشاء مؤسسة إفريقية جديدة من جنوب إفريقيا للضغط على بؤر التوتر في إفريقيا. وستعمل هذه المنظمة لصالح قضية حريات الشعوب الإفريقية ضد كل أشكال الإمبرالية، وهو المشروع الذي ينزله حفيد مانديلا منزلة خاصة، إذ يسعى إلى توسيع أنشطته خارج حدود بلاده التي واجه فيها عدة إخفاقات قانونية سواء مع أقاربه أو مع السلطات المحلية. وقد وعد جنرالات الجزائر هذا الكراكوز بأن يضمنوا له تمويلا ضخما قد يناهز 100,000 دولار أمريكي، وسيكون ثمن هذا الدعم المسيل للعاب وضغط زوليفوليل مانديلا علانية من أجل حشد الدعم لأجندة الجزائر الدبلوماسية في كل مداخلاته الإعلامية والسياسية. ولم يكن خطاب زوليفوليل الموجه الذي هاجم من خلاله المغرب في ملعب براقي إلا أول مظاهر بيع هذا الشخص ضميره لجنرالات الجزائر.
وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد بتنفيذ خطة جزائرية تسعى إلى الحد من قوة ونفوذ فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم داخل الكاف. وفي هذا الإطار كشف تقرير لموقع مغرب انتليجنس أن الرئيس الجزائري يرى أن قوة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقلص حظوظ بلاده في الحصول على تنظيم كأس إفريقيا عام 2025، وينافس المغرب جارته الشرقية على استضافة هذه المنافسة، إضافة إلى كل من السنغال وزامبيا وجنوب إفريقيا، وأيضا نيجيريا وبنين اللتين تقدمتا بملف مشترك للتنظيم. وتتخوف الجزائر بحسب المصدر ذاته من القوة والنفوذ اللذين يتمتع بهما فوزي لقجع، وتظن أنه يسعى إلى حرمانها من الظفر بشرف تنظيم كان عام 2025. وتضع الجزائر في حسبانها وهي تذهب في هذا الاتجاه انسحاب المنتخب الأولمبي المغربي من المشاركة في دورة الشان التي انطلقت الجمعة الماضية في الجزائر، مع وضع الأثر السلبي الذي خلفه هذا الانسحاب بالنسبة إلى البلد المنظم في الاعتبار، بعدما رفضت سلطات الجزائر الترخيص لطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بالقيام بجولة مباشرة وبدخول أجوائها. وتبذل الجزائر أقصى جهودها حتى تحظى باحتضان التظاهرات الرياضية القارية والدولية المقبلة، ما زكاه الرئيس الجزائري الذي أعلن في لقائه بجياني إنفانتينو رئيس فيفا وباتريس موتسيبي رئيس الكاف. وترى الجزائر في ذلك فرصتها حتى تعود إلى الواجهة إقليميا ودوليا، وتروج للجزائر الجديدة بعد أن تراجعت وتوارت صورتها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأكد المصدر ذاته أن الجزائر تراهن مستقبلا على الكرة كوسيلة لتسجيل عودة مرتقبة إلى الساحة الجيوسياسية ومحاولة تلميع صورتها داخليا ودوليا. وفي السياق ذاته يراهن الرئيس الجزائري على استغلال تنظيم كان عام 2025 حتى يربح دعاية مجانية لولاية ثانية وحشد التأييد الشعبي لصالحه. وأبرز الموقع المذكور في تقريره أن الجارة بدأت في توجيه الضربات إلى لقجع منذ أن وصول موتسيبي إلى أراضيها، إذ يحاول الإعلام الجزائري والرأي العام المحلي توجيه مساجات لرئيس الكاف تظهره كأنه مجرد دمية يحركها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كما يشاء، محاولة بذلك زرع الفتنة داخل أروقة هذا الجهاز الذي يقرر في كل أمور كرة القدم الإفريقية. وواصل حفيظ دراجي حلقات كذبه المفضوح مجددا بتطبيله لأولياء نعمته مختلقا بطولات متوهمة ونسبها إليهم، ولكونه يعرف جيدا أن عددا كبيرا من متابعيه لا سيما من الجزائريين لا يستطيعون التشكيك لحظة في أي معلومة تساق إليهم. عمد دراجي هذه المرة إلى نسب ملعب يقع في السعودية وتحديدا في المدينة الرياضية إلى بلاد الجنرالات زورا وبهتانا. وفي هذا الإطار نشر المدعو الدراجي في صفحته بفيسبوك صورة لهذه المدينة الرياضية في السعودية مرفقة بتدوين مما كتب فيها: في الوقت الذي يستمتع أبناء القارة السمراء بجودة الملاعب والمرافق التي تحتضن فعاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، تواصل سواعد الجزائريين جهودها لإنهاء الأشغال في ملعب آخر الدويرة الذي يفترض أن يحتضن نهائيات كأس إفريقيا عام 2025 لو كان التصويت نزيها. وجاء في تدوينة الإعلامي المفتري أيضا: حتى لو لم يكن سنستمر في بناء وتشييد المرافق لأولادنا وبلادنا، لأن الحياة تستمر بعد الشان والكان. ووجد دراجي نفسه مجبرا على تغيير صورة المدينة الرياضية في السعودية ليعود إلى حجمه الطبيعي ويقتنع بأنه ليس إلا كذابا مفتريا باسم الإعلام الرياضي.
وتزامنا مع احتضانها لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، اهتزت الجزائر على وقع فضيحة مدوية تمثلت في انتعاش تجارة بيع لحوم القطط. واضطرت ظاهرة بيع لحوم القطط رئيس بلدية قسطنطينة إلى إصدار بلاغ تحذيري في محاولة لاحتواء الفضيحة المدوية، داعيا من خلاله الجميع إلى ضرورة توخي الحذر عند اقتناء لحوم الأرانب. كما دعا رئيس بلدية قسطنطينة إلى من وجود رأس وذيل الأرنب بهدف تجنب بعض الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها عدد من الجزارين بالمدينة سالفة الذكر. وتأتي هذه الفضيحة لتنضاف لسلسلة من الفضائح التي اهتزت على وقعها الجزائر على غرار فضيحة بيع لحوم الحمير بسبب غلاء لحوم الأبقار وضعف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط. وذكر الموقع الإخباري الأمريكي الشهير نيويورك ديلي نيوز أن الرئيس جو بايدن أمر وزير دفاعه لويد أوستن بالبدء في تنزيل خطة طارئة لمساعدة المملكة المغربية على إنشاء قاعدة صناعية عسكرية. وتحدث الموقع عن اجتماع مهم للغاية عقد في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ناقش خلاله الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة على المستوى العالمي. وأمر بايدن خلال المحادثات وزير دفاعه بدفع البنتاغون لتسهيل جميع الجوانب اللوجستية والقانونية لاستثمارات صناعة الدفاع الأمريكية في المغرب، وتعزيز دورها القيادي في مكافحة ظاهرة الإرهاب وتعزيز اندماجها في المغرب وبالصيغة العسكرية الدولية من خلال تطوير قدراتها العسكرية الفنية وأوسع وأقوى مما هو عليه الآن. كما ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي تلقى تقريرا مفصلا من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام برينز حول توسع نفوذ روسيا في إفريقيا، خاصة في زيمبابوي والسودان ودول أخرى، قبل لقائه بوزير الدفاع وجمهورية إفريقيا الوسطى والجزائر ودول الساحل والصحراء. وقال التقرير إن روسيا لا تدعم بقوة النظام الجزائري عسكريا وسياسيا فحسب، بل إنها تناقش أيضا إنشاء قاعدة لوجستية كبيرة من شأنها أن تمنحها أي روسيا منفذا مهما للبلد الواقع جنوب الصحراء الكبرى. وجاء في التقرير أن روسيا تدعم بصفة كبيرة عسكريا وسياسيا النظام الجزائري، بل أكثر من ذلك يتم التباحث حول إقامة قاعدة لوجستية كبيرة مما سيمنح لها يعني روسيا منفذا مهما إلى دول جنوب الصحراء، وهذا سيهدد مصالح واشنطن ومصالح حلفائها هناك. كما سجلنا توسع نشاط شركة فاغنر الروسية التي يوفر لها الكريملين جميع التسهيلات اللوجستية للتغلغل في إفريقيا. لهذا فلقد أصبحت هذه الشركة تؤثر على المؤسسات الإعلامية المحلية والمنظمات الغير الحكومية في العديد من الدول الإفريقية، بل أكثر من ذلك أصبحت تقدم المشورة السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية مباشرة للزعماء الأفارقة. ويوفر هذا الهيكل غير الرسمي قدرا كبيرا من المرونة التي لا تنتجها القنوات الرسمية حسب تقرير المخابرات الأمريكية. وذكر التقرير الأكثر من ذلك انخرطت روسيا في إبرام اتفاقيات اقتصادية مع حلفائنا هناك، ومن بينها المغرب كاتفاقية الصيد البحري. ولا نريد أن ينخرط حليفنا القوي في شمال إفريقيا يقصد المغرب في إقامة اتفاقية التبادل الحر مع روسيا، لأنه سيكون ضربة موجعة لمصالحنا الاقتصادية هناك. واجتمعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين حصريا مع سفير المغرب في موسكو لطفي بوشعرة في إطار لقاءات دورية بين الجانبين لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن السفير المغربي لطفي بوشعرة أطلع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف خلال المباحثات على آراء الرباط بشأن نزاع الصحراء، وكذلك التأكيد
تشيد بمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية. واستقبلت الخارجية الروسية السفير المغربي في موسكو قبل أيام قليلة من قيامها بتخصيص استقبال مماثل لوفد جبهة البوليساريو، حيث أجرت مباحثات مع الوفد وأكدت في أعقابه دعمها لجهود الأمم المتحدة وتشجيعها لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء مينورسو ودورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المحادثات بحثت القضايا الساخنة المتعلقة بالتنمية التدريجية لعلاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والمغرب، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول المشاكل وحلول المشاكل التي لا تزال قائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. والجدير بالذكر أن روسيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على تمديد ولاية المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام، وهو ما كان يعتبر في ذلك الوقت خطوة إلى الوراء لمستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة بسبب دعم روسيا للإجماع الدولي على تمديد ولاية المينورسو. في السنوات القليلة الماضية باستثناء هذا العام امتنعت عن التصويت، ورد المغرب على ذلك، حيث قال عمر هلال مندوب المغرب الدائم والسفير لدى الأمم المتحدة إن روسيا انضمت إلى الإجماع الدولي خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها عكست موقفها في القرار الحالي. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية، فلا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل أخبار المغرب، ونراكم في النشرة الإخبارية القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.